قرار تاريخي للفيفا لإعادة مباراة المغرب وفرنسا. بعد قرار الاتحاد المغربي لكرة القدم تقديم احتجاج رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب قرارات الحكم المكسيكي، والذي احتج فيه بقوة على تحكيم مباراة منتخب المغرب أمام منتخب فرنسا بقيادة الحكم سيزار. وتضمن الاحتجاج الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم، ويدين غرفة الفار التي لم تنبه الحكم على ذلك. وجاء اعتراض المغرب بعد الهجوم الشرس على الحكم على شبكة التواصل الاجتماعي، والذي اضطر إلى نشر رسالة عبر حسابه على انستجرام جاء فيها: أصدقائي الشعب المغربي، من فضلكم تحلوا بالصبر، إذا لم تكونوا راضيين عن نتيجة المباراة يمكنكم تقديم اعتراض جماعي عبر موقع فيفا ويمكن إعادة المباراة. وهو ما دعا الاتحاد المغربي لتقديم اعتراض رسمي للفيفا، ومعنى ذلك أنه من الممكن إعادة المباراة في حالة تورط الحكم في هزيمة منتخب المغرب. ونحن في انتظار في الساعات القادمة قرار تاريخي من رئيس الفيفا لإعادة المباراة التي ظلموا فيها المنتخب المغربي بسبب قرارات الحكم الخاطئة والتي حرمته من ركلتي جزاء، وفي انتظار قرار الفيفا في الرد على الاعتراض.